اولا امسي على الاخ رجا الله وعلى الدكتور وعلى حمد الصنيع وكل عام وانتم طيبين وعلى الساده المشاهدين. في البدايه انا ما راح اتكلم عن اي قرارات تحكيميه ابدا. في لجنه مسؤوله عني وعن القرارات اللي حصلت واتخذتها يتكلمون عنها. انا حوضح حركه صارت مع لاعب النصر المحترف رقم 8 تقريبا في الدقيقه 40 او زي كذا. انا كنت ماشي وما انتبهت للاعب، واللاعب كان منزل راسه، اصطدم في عفوي، وانا حطيت يدي زي كذا بعد ما اصطدم في بطني، بس لا اقل ولا اكثر. هو عفوي مني، انا ما شفته، وهو نفس الطريقه ان شاء الله هو ما شافني، هو حط راسه وصطدم في بطني، بس نفس هذا اللي حصل بالتمام. وفي بدايه الشوط الثاني هو جاب نفسه، هو اعتذر وقال ان الحركه كانت عفويه. قلت له اوكي ما دام عفويه كويس. ما شاء الله عليكم الموسم هذا الحكام بشكل عام لحد الان جولات مميز. انا ما راح اسالك اناقشك فنيا في مباراه اليوم، لكن اتكلم تحكيم بشكل عام واستغل وجودك معي. ان شاء الله انا اقول ان شاء الله انها بدايه خطوه تتبعها خطوات ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق ونشكر لك تواجدك معنا، ونشكر الاريحيه الجميله هذه منكم كحكام من لجنه الحكام لتوضيح الامور هذه. اوضح نقطه، انا ما جيت هنا الا بعد اتصال من الاستاذ عمر مهنا واعطاني الاوكي اني اتكلم في النقطه هذه بالذات. نشكرك ونشكر الاستاذ عمر مهنا. وانا اشكرك واشكر الاستاذ المشاهدين. شكرا. شكرا للكابتن عبد الرحمن العامري، والحمد لله ان كانت الامور عفويه من الحكم ومن اللاعب المحترف. نعود مجددا